بقول لك ايه، الفرخه دي محروقه كده، يعني المفروض تبقى زي الوش، فاهمني؟ بص، ده رابع مطعم اجربه الفنان بناء عن اختياراتكم. اول مطعم كان تامر حسني، تاني مطعم مصطفى قمر، تالت مطعم عصام صاصه، والنهارده عند مطعم اشرف عبد الباقي طنط. بيقول لك هتاكل اكل مصري اصيل. انا جاي من اكتوبر، فربنا يستر ونخش، وهدفع واوريكم وانا بدفع، اوريكم كل التجربه زي ما هي، هنقول الحلو حلو والوحش وحش، ونشوف حكايه الفنانين مع المطاعم ايه. كفايه، يلا بينا. انا طلبت، بص بقى، بابا غنوج. طبق بابا غنوج، هو معظم السلطات دي ب 30 جنيه. السلطات ما بتنزلش مع الاوردرات. ده ب 30. طبق المخلل ده ب 30، طبق السلطه ب 30، طبق سلطه الطحينه ب 30، وميه سلطه او الويسك الحلال. فتعالى ندوق كده ميه السلطه عشان نفتح نفسنا. يا حاميه قوي. بينزل لك هنا باسكت عيش، فيمكن انا عشان طالب حاجات كتير فهو نزل لي 2 باسكت، باسكت للمصور وباسكت ليا، عشان احنا هندفع كتير قوي قوي قوي. تعالى كده ندوق السلطات يا عم المصور. تعالى نشوف البابا غنوج، قرب. ايدك بقى والباسكت بتاعك. يا جماعه الباسكت بتاع المصور اهو. ايه؟ في حاجه؟ مين اللي دافع؟ مش انا اللي دافع، ما مش اسمعش قصدي الصوت. باسكت. بص. تعالي بس. طب تعالي نجرب البابا غنوج، قربي. قرب هنا. بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها، ما كنتش عايز اقولها في البابا غنوج، بس يلا. حلو قوي، جامد. طحينه. الطبق ده ب 30 جنيه، شايفه حلو يعني، سعره مناسب جدا. مخلل بقى، مخللاتك، بتنجاناتك، خياراتك. بص يا مصور، احنا نستنى المهم. استنى شويه، ركز يا مصور هنا، خش. اوعى. ماشي، هات بقى الملوخيه. بص الملوخيه، بص، ركز في الملوخيه. والله مدلعك يا مصور. ماشي ماشي، حط. تسلم، شكرا. شكرا حبيبي، تسلم. تعالى بقى قرب كده مصور. اول ما نبدا، انا بقى ما بحبش الشو بتاع الملوخيه عشان الرغاوي اللي فوق دي، شايف الرغاوي اللي فوق دي؟ انا ما بحبهاش عشان كده. ما علينا. انا طلبت ربع مشكل، بتلو، نص فرخه، وربع طرب. تعالى بقى كده مصور، نبدا بس بالطرب الاول عشان، بص، هو الصح بقى، الصح بما انك قاعد في مكان محترم تتعامل باحترام. بما انك دافع كتير فتتعامل باحترام. ايدك دي تنساها، تنساها في بيتك وانت جاي. فتعمل ايه؟ ركز يا مصور. بص يا مصور، هناخد الطربايه الحلوه دي. هو 3 طربات يعتبروا ربع، فقرب كده مصور. بسم الله. حلو، المنديل خفيف. فتعالى نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه انا بحبها. انا كان بقالي كتير قوي ما اكلتش طرب حلو كده. المنديل فين اساسا؟ يعني هو مديك الدسامه بتاعت المنديل، والمنديل خفيف. حلو قوي قوي. قرب مصور. مصور، انت هتاخد ايه؟ انت خد بصلايه. خد البصلايه دي بقى وما تاكلش، لان انا بعمل دايت وده مشويات ليا دايت. خد خد طماطمايه، خد فلفل. تمام. هو الطرب ايه؟ الطرب 4 صوابع، يعني 4 صوابع ربع حلو جدا. بص انا بوريك، 4 صوابع محترمين، فجامد. هو ده عامل اعتقد 300، 390. بص انا هقول لكم الاسعار كده كده كلها. وبص بقى، ربع المشكل. ربع المشكل عباره عن كفته، صباع كفته، و3 قطع لحمه بتلو او كباب يعني. تعالى بس ندوق اللحمه الاول. طيب انا دي، معلش، حد بيبص عليا ومحدش بيبص. انا بس هشوف اللحمه من جوه طريه ولا لا، لان اوقات بيبقى ايه. بص بقى اللحمه، بص اللحمه. لا حلو بصراحه. بص 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 بص. حلو.
نرجع لشوكتنا تاني، نمسح ولا اكن حاجه حصلت، الحمد لله ما حدش بيبص. نرجع، بسم الله. عجبني الشوايه. انا طالب كل ده لوحده، يعني كل حاجه لوحدها، بس هو قال لي هحطها لك على شوايه، قلت له تمام بس لو من غير فلوس. قال لي من غير فلوس، قلت له يا باشا انزل. تعالى بقى ندوق الكفته مصور. بس انا حاسس ان صباع كفته وثلاث حتت كباب على ربع كيلو قليلين. اكتبوا لي في كومنت لو قليلين. كفته حلوه بس البصل بصوا متقطع كبير شويه او مفروم كبير. هندوق، اهم حاجه الطعم. بسم الله. بصوا هي الكفته طعمها حلو، بس انا دقت احسن، يعني دقت احلى منها. بس والتتبيله بتاعتها مظبوطه فلذيذه مش وحشه خالص. تعالى بقى ندوق النص فرخه. اوه، محروقه كده ليه؟ محروقه ليه كده؟ محروقه قوي. لا انا هغيرها دي محروقه قوي يا مصور. ممكن تخرج من الشوايه. من هنا ما لا دي مالهاش دعوه، دي بالشوايه. لا انا هقول له يغيرها. بقول لك ايه، الفرخه دي محروقه كده، يعني المفروض تبقى زي الوش، فاهمني؟ بص الهدف ايه؟ انت شفت دلوقتي حاجه مش تمام، يا باشا بلغ ان حاجه مش مظبوطه يظبطوها لك مش اكتر، فاهمني؟ بس فهنستنى تتغير. تعال نجرب الملوخيه قبل ما الفراخ تيجي. انا نسيت اقول لك ان الفراخ نص فرخه بينزل معاها رز البسمتي، بيخيرك بين رز بسمتي، رز ابيض، رز بالشعريه. انا جبت رز بسمتي بيبقى عليه مكسرات من فوق كده. فتعالى ندوق بعد كده نخش على الملوخيه. مفلفل وحلو بصراحه. تعالى بقى نخش على الملوخيه. الطاجن ده انا مش عارف بكام بصراحه، انا طلبته بس انا ما اعرفش كام. هقول لكم الاسعار كلها وهوريكم وانا محاسب. ايه ده يا مصور ده؟ دي فوق العظمه بجد. مش انت قلت الملوخيه بتاعتك؟ بجد عشان تصوير بس يا مصور. يا اخيرا وصلت الفرخه. تسلم ايدك. الحمد لله الفرخه كويسه. بص بقى الفرق، هو ده الصح. سخنه شفت؟ اوه بص بقى الفرق بين دي واللي فاتت، بص بقت عامله ازاي. فده يعلمك ايه يا باشا؟ ان انت ما تروح اي مطعم وتلاقي حاجه غلط ما تسكتش، اصل انت دافع فلوس، يعني الناس مش حاسينك فبراحتك. فتعال ندوق الصدر ونشوف. هنقطع كده. قرب يا مصور قرب بس كده. هي ريحتها حلوه. بص التتبيله. فهو الشكل حلو بصراحه. الفراخ طعمها حلو جدا بصراحه. السوا المره دي غير اللي فاتت خالص، فمن حقك ان انت تبدل اي حاجه مش عاجباك، بس ما تاكلش منها وتخلصها وتقول لي مش عجباني، عيب. دي كانت تجربتي في مطعم طن فرع اعتقد مدينه نصر. هل هاجي تاني ولا لا؟ الطرب حلو جدا، الكفته عاديه، الكباب قشطه شغال. ممكن اجي تاني طبعا لو جيت هنا. الاكل حلو، الاكل جودته حلو، تيسته حلو، الفراخ هنا حلوه جدا، بينزل معاها رز زي ما قلت لك. عارف جو طنط فعلا لما بتروح تتغدى او تتعشى وبعد ما تخلص تنزل لك شويه فاكهه تقعد تتفرج على التلفزيون والكلام ده، فهو ده نازل فور فري. بيقول لك بعد اي اوردر بينزل لك الطبق ده. وده بقى حاجه انا مش هقول لكم عليها غير لما ادوق. لو انت عرفتها خمن في الكومنت بقى. فتعالى ده بقى طاجن، ده طاجن مهلبيه فرن. فهي المهلبيه بتبقى حلوه، فبالك في الفرن، فهي اختراع. فتعالى كده يا مصور، قرب. انا مش شايفه مصور، انت عيني اللي بشوف بيها. اوه بص الوش ده. وقت الاكل ما بيديني البطل. بسم الله. ايه ده؟ حلوه قوي. عارف اللي هو ختامها مسك، ده ختامها عسل بصراحه، جامده قوي. جاءت لحظه الحقيقه.
ماشي احنا نحاسب. بص هندخل البصل، اصل الناس فاكرين ان انا باكل ببلاش، وهوريكم ان العمليه مقبوله. بص 1294 اهو. نجيبها مصور عشان مقبوله الحمد لله. تسلم ايدك، مشاكل ذوقك، شكرا. عمليه مقبوله عشان الفلوطه بس اللي هيخش. بص بقى هقول لك الملخص والاسعار، واقول لك ايه الحلو وايه اللي ما عجبنيش. ماشي. السلطات حلوه جدا، اي سعر انا اقوله لك دلوقتي هو من غير الضريبه ومن غير الخدمه. الملوخيه ب 90 جنيه، الطبق اللي هو الميكس او المشكل 350، ربع طرب ب 275، نص فرخه ب 190، زيت الميه الصغيره ب 19 جنيه. دي الملخص. طبعا ما زودتش الضريبه ولا الخدمه، انا دافع كله 1294. ايه اللي عجبني؟ الطرب التحفه، الفراخ حلوه جدا، الكفته عاديه بالنسبه لي، انت ممكن تجربها تبقى حلوه بالنسبه لي، والكباب حلو بس في شده برده بسيطه كده، كنت مستني ان هو يبقى اطرى من كده. دي تجربتي في مطعم طنط. اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر، وبقول لك ايه، سلام.